ظاهرة الإجهاض بالأعشاب أو غيرها من الطرق الغير صحية من جهة وغير قانونية من جهة أخرى. الإقدام على مثل هذا الفعل له مضاعفات كبيرة على صحة المرأة قد تصل حد الوفاة. روبورتاج عبد الحميد المرابط وعبد العالي عميراش. اللجوء إلى الأعشاب وغيرها من الطرق التقليدية التي لا تكلف مبالغ مادية كبيرة وسيلة تلجأ إليها بعض النساء للقيام بالإجهاض غير القانوني دون اكتراث بعواقب هذا السلوك. محمد السقاط الذي راكم خبرة في التداوي بالأعشاب يحذر من المضاعفات الصحية الخطيرة لهذه الممارسات. راه من باب الدين وباب لا صالح شيء، يعني كان شي أعشاب خطورة في الكلاوي ولا سيونتيفيك علميا داك الشيء الكلاوي والكبده معنا الله يحفظه ويستر الله يلطف. ولا ما درج داك نقدر من 4 سنين 10 سنين 5 سنين يولي عليه داك الشيء يولي على صحتها. يدخل عشبه ايترونجير ولا فور دوز تفرع شي حاجه ما يقدرش الطبيب يعرف دان سلكو يعرف المرض منين راه ماجي. أطباء أمراض النساء بالمستشفيات والمصحات الخاصة كثيرا ما يستقبلون حالات نساء أصبن بأمراض جراء تناول أدوية أو أعشاب أو غيرها من الوسائل التي تسبب الإجهاض، كما أن الأمر يصل إلى حد الوفاة لعدد من النساء نتيجة عملية إجهاض أجريت لهن في ظروف سيئة جدا. وذاك الخطوره خاطر تيمشيو عند واحد الناس ماشي دي ميدسان، دونك يمكن يعطوهم العشوب ما يعرفوش اشنو فيهم. العشوب كاين اللي تضر الصحه، يمكن يعطوهم شي دواء ما يلقمش الصحه ديالهم. وهذه الخطوره ديال هذا الاجهاض السري وهاد المشاكل تاع الدويات اللي ماشي معروفين بعض المرات ياثروا حتى للموت. بالنسبه للمغرب بعض الارقام اللي كتعطات انه كاين ما بين 500 حتى ل 600 ديال حالات الإجهاض في اليوم، وكاين على حسب بما يخص المنظمة العالمية للصحة عطات واحد الرقم تاع 14% ديال الوفيات فيما يخص المرأة الحامل راجعة لهذا الإجهاض. ويبقى انتشار ظاهرة الإجهاض غير القانوني سواء عبر تناول الأعشاب أو أدوية معينة أو غيرها من الوسائل مشكلة اجتماعية تستدعي مقاربة علاجية شاملة للحد من هذه الظاهرة.